أعزائي المشاهدين، سلام الرب يسوع المسيح مع الجميع. يسعدنا أن نكون معكم ثانية عبر حلقتنا التي هي تحت اسم طريق النور، والتي تأتيكم عن طريق نور من الشرق. حلقتنا اليوم ستكون تحت اسم تجارب الله في حياة المؤمن. قبل أن نتكلم عن التجارب، يجب أولا أن نعلم ما هي التجارب وما هي أنواعها وألقابها. التجارب عزيزي المشاهد هي هبة من هبات الله للإنسان، كما نقرأ في فيليبي الفصل الأول السطر 29، يقول: لأنه وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله. أليس هذا امتحان الله للمؤمن؟ ألا يوجد كثير من المؤمنين وهم بعيدون كل البعد عن الإيمان؟ التجارب هي بركة للإنسان من الله، كما نقرأ في أمثال الفصل 24 السطر 25، حيث يقول: أما الذين يؤدبون فينعمون، وبركة خير تأتي عليهم. ممن يؤدبون؟ أليس من الله؟ وهل تأديب الشيطان للإنسان تأتي ببركة؟ وإذا نتصفح في رسالة الرسول إلى العبرانيين الفصل 12 السطر 11، يقول: ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى إنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطى الذين يتدبرون به ثمر بر للسلام. من يعطي التأديب؟ أليس الله فقط؟ وهل تأديب الشيطان نهايته تكون السلام وبر؟ بالطبع لا. التجارب هي ملح للنفس. إذا نقرأ في إنجيل مرقس الفصل 9 سطر 49، يقول: لأن كل واحد يملح بنار. من الذي يملح؟ أليس هو الله؟ التجارب عزيزي المشاهد هي حب إلهي للإنسان، كما يقول في سفر الأمثال الفصل 3 السطر 11 و12: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه، وكأب بابن يسر به. هل الرب، يا ترى هل الرب يؤدب بالضرب أم بالتجارب؟ سؤال أوجهه إلى كل واحد منكم. وإذا تصفحنا في سفر الرؤيا فصل 3 السطر 19، يقول: كل من أحبه أوبخه وأؤدبه. عظيم
هل يوبخ الرب بالكلام أم بالعمل؟ التجربة هي أيضا لقب، بنفسها هي لقب. وإذا قرأنا في رسالة يعقوب الفصل الأول السطر الثاني، يقول: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. وهل الرسول هنا يعلمنا أن تجارب الشيطان هي فرح؟ بالطبع كلا، بل تجارب الله هي الفرح، لأن نهايتها هي البر والقداسة. وإذا تصفحنا في رسالة الأولى من رسالة بطرس الرسول الفصل الأول سطر السادس والسابع، يقول: الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم، مع أنه يمتحن بالنار. أليس الله هو الذي يمتحننا بالنار بواسطة التجارب لنتزكى؟ التجربة تلقب بالألم أو الآلام. إذا قرأنا في سفر إيرميا فصل 45 السطر الثالث، يقول: ويل لي لأن الرب قد زاد حزنا على ألمي. الرب زاد حزنا. وإذا قرأنا في رسالة يعقوب الخامسة السطر 17، يقول: كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا. أي آلام كانت هذه؟ هل كانت آلام من الشيطان أم تجارب الرب ليقويهم على إيمانهم؟ التجربة تلقب بالشدائد. إذا قرأنا في سفر تثنية الاشتراع الفصل 31 السطر 17، يقول: فيشتعل غضبي عليه في ذلك اليوم، أي غضب الله، وأتركه وأحجب وجهي عنه فيكون مأكلة وتصيبه شرور كثيرة وشدائد، حتى يقول في ذلك: أما الآن يا إلهي ليس في وسطي. لماذا تركه الرب يدخل في شرور وشدائد؟ حتى يعلم بدون الرب لا يستطيع شيئا، أي أراد أن يوقظه. التجربة تلقب بالتأديب. إذا تصفحنا في سفر تثنية الاشتراع الفصل 8 السطر 5، يقول: فأعلم في قلبك إنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك. في سفر تثنية فصل 11 السطر الثاني، يقول: وأعلم اليوم إني لست أريد بينكم الذين لم يعرفوا ولا رأوا تأديب الرب إلهكم ويده الشديدة وذراعه الرفيعة. لماذا كل هذا؟ أليس من أجل منفعة الإنسان؟ وإذا قرأنا في صموئيل الثاني الفصل 7 سطر 14،
الرب يؤمر لناثان ليقول لعبده داود: إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم، ولكن رحمتي لا تنزع منه. أي إنه يؤدبنا برحمته لنثبت في الإيمان. مزمور الثاني السطر 10 يقول المرنم للملوك: تعقلوا، وللقضاة تأدبوا. اعبدوا الرب بخوف لئلا يغضب فتبيد من الطريق، لأنه عن قليل يتقد غضبه. هل النبي يتكلم عن غضب الشيطان أم غضب الله؟ وإذا أراد أن يبيدهم كيف سيبيدهم؟ أليس بالتجارب والشدائد؟ وفي مزمور السادس السطر الأول يقول: يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك. كيف سيوبخ ويؤدب الرب؟ أليس بالتجارب والأمراض والشدائد والآلام؟ أعزائي المشاهدين، هنا أكتفي بالشواهد التي لا تحصى عن تأديب الرب والمذكورة في الكتاب المقدس. هناك تجارب لأجل الامتحان أو الاختبار، بها يمتحن إيمان الإنسان وحفظه لوصايا الله، وتمتحن طاعته ومقدار محبته. من ناحية الإيمان يقول الرب على فم معلمنا يعقوب الرسول: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. يعقوب الفصل الأول سطر الثاني والثالث. الله يسمح بالتجارب لنا حتى نعرف في أي درجة نحن من درجات الإيمان. الله يعرف مقدار إيمان كل واحد منا، لكنه بالتجارب يريد أن يكشف للإنسان حقيقة نفسه. مثال ذلك بطرس الرسول لما جاءت تجربة الصليب أنكر الرب قدام الجميع. نقرأ في متى الفصل 26 السطر 69 إلى 74. وبقية التلاميذ شكوا في معلمهم. عزيزي المشاهد، قد تكون تجربتك ضيقة من الناس أو مرضا، ولكن كل هذه الأمور يقصد بها الرب أن يكشف لك مقدار إيمانك. الرب أراد أن يعرف إذا كان بنو إسرائيل يحفظون وصاياه أم لا. لا نقصد أنه لم يكن يعرف بالشك، ولكنه كان يريدهم أن يعرفون هم بأنفسهم، فترك لهم مضايقين من الأمم في أرض كنعان ولم يطردهم من أمامهم، كما نقرأ في قضاة الفصل الثاني سطر 20 إلى 23. فحمي غضب الرب على إسرائيل وقال: من أجل هذا الشعب قد تعدوا عهدي الذي أوصيت به آباؤهم ولم يسمعوا لصوتي، فأنا أيضا لا أعود أطرد إنسانا من أمامهم من الأمم. وإذا سألنا الرب: لماذا يا أيها الرحوم؟ سيقول لنا: لكي أمتحن بهم إسرائيل. الرب
الرب يمتحن في أبسط الأمور، في الشرب، في الأكل، والكتاب المقدس يشهد على ذلك بكثرة. فلنقتطف منها سفر الخروج الإصحاح 15. أرجو من كل مشاهد عزيز أن يقرأ ذلك الفصل بنفسه، أو سفر العدد الإصحاح 11. أرجو أن يقرأ كله. تجارب الله هي من أجل البركة. من هذه التجارب الألم، فقد فضله الله عن الفضة والذهب. إذا نقرأ في أمثال الفصل 8 السطر 10 يقول: خذوا تأديبي لا الفضة، والمعرفة أكثر من الذهب المختار. ما الذي سيستفيده الإنسان من الذهب والفضة إذا كان سيهلك؟ ولكن من التجربة سيقتني البركة، كما يقول المرنم في مزمور 94 السطر 12: طوبى للرجل الذي تؤدبه يا رب وتعلمه من شريعتك. يعني تأديب الرب للإنسان المؤمن ليعلمه ويقويه على شريعته. ممكن يسأل سائل ويقول: كيف ينال الإنسان البركات من التجارب والضيقات؟ تكشف لنا قوة الله وسلطانه. التجربة تكشف لنا قوة الله وسلطانه، كخروج بني إسرائيل من مصر. أرجو أن تقرؤون سفر الخروج الإصحاح 14 السطر 13 إلى 14. الفتية 3 في أتون النار، كما نقرأه في إصحاح دانيال فصل 3 سطر 27. عزيزي، التجارب تعد شخصية أولاد الله، كقصة يوسف الصديق، تكوين فصل 37. موسى النبي، سفر الخروج فصل 3. التجربة تكون سبب بركة لصاحبها وللآخرين. يونان النبي تعلم الطاعة من التجربة، وأهل نينوى آمنوا بالله. بولس الرسول، المرض أو الشوكة في جسده لحفظه من الغرور والكبرياء، والآخرون حصلوا من مرضه على شفائهم من أمراضهم. وآباؤنا الشهداء أصبحوا مقربين إلى الله، وأصبحوا بركة للآخرين. التجارب يا عزيزي تزكي الإنسان أمام الله والناس. أن يقول القديس المتوحد أنطونيوس إن الله غالبا ما يعطي للتائبين في بداية توبتهم تعزيات كثيرة ليرفعهم ويسندهم، لكنه يسمح فينزع هذه التعزيات إلى حين لكي يجاهدوا وسط الألم، فيتزكون ويتألمون وينالون تعزيات أعظم من الأول. ومار إسحاق النينوي يقول: لا نكره الشدائد، فباحتمالها ننال البركة، وبها نقترب إلى الله، لأن النياح الإلهي كان داخلها، ومحب الصلاح
هو الذي يحتمل البلايا بفرح. التجارب تقتلع محبة العالم من القلب. هذا ما أعلنه الروح القدس على فم القديس بطرس الرسول، يقول: فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية، لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. رسالة بطرس الأولى الإصحاح 4 سطر 1 إلى 2. التجارب تنقذ من الموت الأبدي، أي الهلاك. الله يريد خلاص الإنسان، لا يريد هلاكه. تأديب الرب لنا لا يتعارض مع محبته لنا، ولكن لماذا يؤدبنا؟ يؤدبنا لأنه يرى عيب فينا، لأنه لا يشاء هلاكنا. يؤدبنا لكي لا يؤدبنا بالتأديب الأبدي. يقول ناحوم النبي: لا يقوم الضيق مرتين. ناحوم الفصل الأول السطر 9. لا يقوم الضيق مرتين. ما المقصود بلا يقوم الضيق مرتين؟ يعني من تأدب هنا في هذه الحياة على الأرض لا يتأدب هناك في الحياة القادمة. وبولس الرسول يقول: ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. رسالة الأولى إلى كورنثوس إصحاح 11 سطر 32. ويعلق مر إسحاق على هذا الأمر ويقول: الذي لا يتأدب هنا ويسحق بالتجارب يتعذب هناك بلا رحمة. الرب أدب الكثيرين ولكن لم يسلمهم للموت. داود النبي قال: تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. مزمور 118 السطر 18. ولأن التأديب ينقذ من الموت أوصى الرب إلى الآباء أن يؤدبوا أولادهم، ويقول في أمثال الإصحاح 23 السطر 13 إلى 14: لا تمنع التأديب عن الولد، لأنك إن ضربته بعصا لا يموت، تضرب أنت بعصا فتنقذ نفسه من الهاوية. أولاد الله يتعرضون لتجارب متنوعة وكثيرة، وهذه التجارب لها صفات خاصة. تجارب الله عزيزي تتميز عن تجارب الأشرار وأهل العالم، إنها بسماح من الرب، مثل ما نقرأ في رسالة الرسول حيث يقول: إن الحزن هذا نوع من التجارب. الحزن هو نوع من التجارب. إن الحزن الذي يحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا. فإنه هو ذا حزنكم هذا بحسب مشيئة الله. الرسالة الثانية إلى كورنثوس الإصحاح 7 السطر 10. عفوا. وبطرس الرسول يؤيد هذا الكلام ويقول: فإذا الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم
كما لخالق أمين في عمل الخير. الرسالة الأولى من رسالة بطرس، الإصحاح 4 السطر 19. وتجربة أيوب الصديق هي أكبر مثال يثبت أن كل تجارب أولاد الله هي بسماح منه، وأنهم ليسوا فريسة في يد الشيطان وأعوانه يجربهم متى يشاء وكيفما شاء، ولكنهم محفوظون في يد الله ضابط الكل. وما يؤكد على أن تجارب أولاد الله هي بسماح منه قول أيوب الصديق لامرأته: الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل. أيوب الإصحاح 2 السطر 10. صحيح هو أن الله هو الذي يسمح لأولاده بالتجارب، ولكن صدقوني لا ينساهم في تلك التجارب. وبولس الرسول شهد على ذلك عندما قال: الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه. عبرانيين إصحاح 6 سطر 10. الله يصبر علينا في التجربة لكي نستفيد منها. لنأخذ مثالا على ذلك. نسى رئيس السقاط أن يذكر يوسف لدى فرعون، لأن الوقت المحدد من قبل الله لتجربة يوسف لم يكن قد انتهى بعد. فمر وقت على يوسف في السجن، وعند انتهاء وقت تجربته أمر فرعون بخروجه من السجن. تكوين إصحاح 41 السطر 9 إلى 16. ختاما عزيزي، ولكي لا أطيل على مشاهدينا الأعزاء، أود أن أقول: للأسف الشديد الكثير من الناس يعرفون عن التجارب والضيقات الحزن فقط، ولا يعرفون الفرح والسرور، وهذا يرجع لعدم معرفتهم بفوائدها أو بالثمر الذي ينتج من ورائها. يقول الرسول برسالته إلى العبرانيين في الإصحاح 12 السطر 11: كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطى الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. وليكن الرب في قلوبكم، آمنوا به بإخلاص في كل تجاربكم وضيقاتكم وشدائدكم، وصدقوني الرب موجود في كل هذه التجارب معكم، فقط استسلموا لطاعته. لتحلوا بركة الرب مع الجميع. آمين.